اول ما بتيجي سيره الساحل هتلاقي الناس بتتقسم لفريقين، فريق بيقول ان الساحل بقى للاغنياء بس وان كل حاجه اسعارها بقت غاليه جدا، وفريق تاني بيقولك لا، لسه في اماكن حلوه واسعارها معقوله بس لو عرفت تروح فين. ومن هنا جاتلي فكره الفيديو ده. هقضي معاكم 3 ايام في الساحل، هنجرب فيها الفرق ما بين الساحل الطيب اللي اسعاره معقوله والساحل الشرير اللي اسعاره شرير. هنشوف اسعار الاكل، الكافيهات، البيتشز، وحوار الكيو ار كود ده بقى موجود في كل حته ولا بس في الساحل الشرير. يلا بينا نشوف الساحل في 2026 على ارض الواقع، وهنبتدي المغامره من الساحل الطيب. يلا نشوف بقى الموضوع هيبقى صعب قد ايه يا جماعه. زيارة هو مش موجود. ماشي مأجرين طبعا. حوارات الساحل في كل حته، مش مصدقه نفسي، دي المفروض قريه طيبه جدا. صاحب الوحدة يكلمني يا فندم. ليه يا فندم؟ لازم ده راجل صاحب الوحدة لازم يبقى عارف. بناء على تعليمات المنطقة الغربية العسكرية ومديرية أمن مطروح، ضرورة تأكيد من هوية القادم للقرية، ضرورة السماح لفرد الأمن من التأكد من هوية الأشخاص المتواجدين بالسيارة، يمنع دخول أي زائر في حالة عدم تواجد الملك بالقرية، ممنوع دخول واستخدام الدراجات النارية والبيتش بوجي. وفي حاجة تانية أنا مش شايفاها بس حاجة ليها علاقة بالكلاب، ممنوع دخول الكلاب الشاطئ وحمامات السباحة تقريبا يعني. طب بص بقى يا جماعه اللي حصل كان يعني ابتدى الموضوع يزحم يعني عشان احنا واقفين على البوابه، فالراجل قال لنا وعد مش هباته وهتقعدوا بس ساعتين، رحنا احنا قلنا له احنا مش قاعدين كده هنقعد بس ساعه ساعتين وبتاع، فراح قال لنا لو وعد يعني هدخلكم. لو ايه القصه؟ ماشي دخلنا الحمد لله. عامة القرية كيوت قوي وكوزي، بصوا البيوت شكلها لذيذ، صوت البحر خطير، متحمسة جدا انزل البحر، بس يعني يا رب بقى ما يقولوا لناش حوارات على البحر كمان، يعني اما نشوف، نحاول ندخل بسلاسة. ومفيش امن الحمد لله، محدش هيقرفنا. والله very طيب، لذيذة عامة قوي. يا لهوي على لون البحر يا جماعة، الساحل ولون البحر بجد خطير. هنط حالا. عامة دي البيوت اللي على البحر شكلها ظريف، وده البحر لذيذ وبسيط. نوريكم كمان شوية بقى الأسعار اللي في الكافيتيريا والحاجات اللي هي على البحر. بقول لكم ايه بقى الحاجات اللي موجودة هنا، لذيذة موت. الحاجات دي لذيذة قوي، في حاجات يا ده بحبه قوي. لا اضرب واحده ميكس بقى. وده ايه بقى ده؟ حاجه مش عارفه اطلعها اصلا. وده كمان بجد مهز. كمان بقى الاسعار بتقولي، الأسعار بتقول فطير ماشي كبير ب 200، أغلى واحد ب 340 جنيه اللي هو سيفس. يا نهار ابيض. مكرونات برضو اغلى حاجه مثلا 190 جنيه. وشوربه، ده فيه وجبات كامله متكامله. طب اشترينا زلابية كبيرة، 4 عصير فريش، فطيرة كبيرة وشيبسي، وكل ده ب1015. دفعنا امبارح 800 تقريبا و80 جنيه في 2 كوفي وواحدة سالد قد كده في ديبلو. في ديبلو. تستاهل الشرير يعني وديبلو تعتبر مش شرير قوي يعني، ميكس شرير يعني، بس هي اسعارها اشرار يعني. دي حقيقة. برينجلز بس والله هنروحها بكرة. قال له انا عايز ايه ده برينجلز؟ ما بتهزرش. هو مش برينجلز، هو برينجلز بينجو. خلي بالك.
بسبوقة. ثانية اجيب لك منديل. ولا ايه؟ على طول بتوقع حاجات يا جماعة، محدش يعمل لها فولو. بس والله يجي منه يعني طعمه حلو. احلى فطير ده ولا ايه؟ وبعد الأكلة اللذيذة دي قررنا ننزل البحر، وهسيبكم دلوقتي مع شوية مشاهد لذيذة هتفكركم بأيام الساحل الطيب. وده كان آخر اليوم في الساحل الطيب. يلا بينا بقى نشوف الساحل الشرير. وتاني يوم لينا في الساحل، والنهارده بقى هنروح الساحل الشرير، بس هنروح قرية مش شريرة قوي، يعني هي ألذ قرية واكتر قرية انا شخصيا بحبها في الساحل الشرير، بس برضو الاسعار بتاعتها هتكون مختلفة خالص عن الاسعار اللي شفناها امبارح. مبدئيا كده صاحبتي اللي هتدخلنا القرية بعتت لي الكيو ار كود عن طريق ابلكيشن، فانا مثلا فتحت الابلكيشن دي وبعد كده بفتح الكيو ار كود من جواها، والمفروض ان هم يعملوا سكان ونخش، فنشوف الموضوع بقى هيطلع سهل فعلا ولا ايه الدنيا. يلا بينا. والاسعار ايه والدنيا ايه، ربنا يستر. بقى اللي قبل دبلو دي يا جماعه على طول فيها اماكن اكل لذيذه جدا جدا، واماكن للقهوه وحاجات كده، في مثلا مزارع زينه، نولا، في سوبر ماركت، ودبلو بقى عندنا قدام، فهي مكان لذيذ بصراحه. دي يا جماعه دبلو، البيوت كلها اللي هو دور واحد كده. بحب دبلو قوي صراحه عشان بحسها بسيطه كده، وفي نفس الوقت البيوت شكلها حلو قوي، والدنيا عادي، ودخلنا عادي عملنا بس كيو ار كود سكان وخلاص، فلذيذ. شارع الوزير. احنا دلوقتي وصلنا البحر، هنخش اوريكم الدنيا جوه، بس عامه ده مش القريه الوحيده اللي انا هتكلم عنها في الفيديو، انا هتكلم على قريه تانية هوريها لكم برضو بكره. دي برضو قريه تعتبر شريره، بس يعني مش شريره قوي. انا بحاول في الفيديو ده ما اتكلمش على الاماكن اللي انتوا كلكم بتشوفوها في كل حته زي مراسي والحاجات دي. مراسي دي بصراحه انا ما بحبهاش خالص لان هم مقفورين فيها جدا. يعني جيت مثلا ابص على الشقق الايجار اللي فيها، لقيت انه علشان تأجر المكان، طبعا غير انه المكان ممكن يكون غالي قوي، انت بتدفع في اليوم عشان تخش الشاطئ حوالي 7000 جنيه للشخص في اليوم، علشان بس تخش الشاطئ بتاعهم. مش عارفه شاطئ الجنه ولا ايه. فانا مش هتكلم عنها خالص لان هي بالنسبه لي حاجه ما تستاهلش تخش في فيديو اصلا، بس هوريكم الاماكن اللي هي يعني تعتبر لذيذه الى حد ما يعني. وطبعا اول حاجه عملناها دخلنا نقضي اليوم مع صحابنا على البحر، والفايبس بصراحه في دبلو لذيذه، تنفع قوي للعائلات او للصحاب. انا عايزه بالنوتيلا، عايزه فريسكا بالنوتيلا. ممكن اعرف دي سعرها كام وكده؟ ماشي. وده كله 125. ماشي ماشي، شكرا. 175. واخدت الفريسكا ورحت اكلها قدام البحر. ويا جماعه قولوا لي، في حد شاف بحر احلى من بحر الساحل؟ بجد لونه مش طبيعي. عايز تقول ايه في الفلوج بتاعك؟ انا مش عارف هو ايه عباره عن ايه. طيب الفلوج بتاعي عباره عن الساحل الطيب والساحل الشرير، فاحنا دلوقتي في الساحل الشرير نص نص. فانت ايه رايك؟ نص. الساحل طيب وشرير مش على حسب المكان، ايه بقى؟ على حسب الوقت. يعني احنا دلوقتي في الساحل الشرير بس في ويك دايز، فهو مش شرير. دي حقيقه على الهادي. بس يعني نفس المكان ده في لونج ويك اند اللي جاي هيبقى حاجه تانية خالص، هيبقى شرير حقيقة جدا، مش هنعرف نخش هنا اصلا. دي حقيقه. طب خلاص
عايشه معايا في الساحل الطيب والساحل الشرير عادي. هنجيب دلوقتي قهوه، تعالى اوريكم اسعار الكلام بيقول ايه والاكل وكده. ايه ده مفيش اصلا اسعار. طيب الو الو الو. بما اني عزمتكم عليها في الساحل الشرير طبعا، وتشيز حاجه مكلفه جدا، فاحنا شربنا 2 سبانيش لاتيه بلندد وواحد فرابي اوت ميلك. ده بالتفاصيل بالتفاصيل. وخدنا فلات وايت ببراون شوجر كمان تقريبا، بيحاسبونا عليه كمان ده. فاحنا بنتكلم ان ده توتال 900 جنيه تقريبا او 990 جنيه التوتال. وبعدها جبنا سندوتشين وكان التوتال بتاعهم 1026. فبكده توتال اليوم اللي قضيناه الصبح في الساحل الشرير ب 2400 تقريبا. وامبارح اليوم اللي قضيناه في الساحل الطيب كان ب 1000 جنيه كله. وطبعا هتقولي لي انت جبتي حاجات مختلفه في اليومين، بس انا كنت حابه اوريكم اسعار مختلفه لحاجات كتيره في الساحل الطيب والساحل الشرير. اما بالليل بقى فروحنا اتغدينا في مول من المولز الجديده بتاعه العالمين، وكنا 3 وده كان توتال الفاتوره برضو. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان عامله لكم فيديو خطير بقول لكم فيه كل التفاصيل عن العالمين. وتالت واخر يوم لينا هنبعد شويه عن المنطقه بتاعه مراسي ومارينا وهنروح ناحيه الماظة. هناك في مكان جديد اسمه دي باي، اجرنا منهم كاباناز. دي بتبقى عباره عن زي استوديو صغير كده بس بيكون قريب من البحر او اللاجون. المكان كان لذيذ وهوريه لكم دلوقتي، بس طلبوا مننا ندفع 10000 جنيه كاش عشان نعمل تشيك ان في الاوضه، مع انهم ما كانوش قايلين لنا الموضوع ده واحنا بنحجز. والمبلغ ده بيعتبروه حاجه زي سيفتي ديبوزيت علشان لو حصل اي اضرار في الكابانا. طبعا دي بالنسبه لي حاجه غريبه جدا لان هي مش شقه انا مأجراها. حتى لما باجر حاجه من على اير بي ام بي عمري ما بدفع حاجه زي دي. فبصراحه دي حاجه ممكن تفصلني ان انا اروح المكان ده تاني. بس غير كده هو المكان لذيذ قوي بصراحه. ووقت ما اجرته كان سعره 200 دولار في الليله، ومش محتاج بقى تدفع فلوس زياده عشان تخش البحر بتاعهم. الكاباناز اوريدي قريبه قوي من البحر، وفي لاجون لذيذه قوي واماكن العاب للاطفال. وكمان عندهم تراكس كده بتاعت اكل لاماكن معروفه زي دانسينج جوت وبي ار جي ار وحاجات تانية كتير. واول ما بتحجزوا عندهم بيديكوا زي فاوتشر كده خصم في الاماكن دي. فاحنا تاني يوم اول ما صحينا الصبح رحنا جبنا بيها قهوه، وبما ان كان عندنا مطبخ فعملنا اكل في الكابانا. فبصراحه اليوم بالنسبه لي ما كانش شرير قوي. وبكده نبقى خلصنا فيديو الساحل. واكتبوا لي في الكومنتس بالنسبه لكم انهي احلى، الساحل الطيب ولا الساحل الشرير. انا احلى حاجه بالنسبه لي غروب الشمس الخطير ده. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان اعمل لكم فيديوهات زي دي كتير، واشوفكم في المغامره اللي جايه.